السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم، وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن 10 حاجات 10 حاجات تهمك لو انت عايز تربي حمام لحم استيراد، او لو انت اشتريت فعلا حمام لحم استيراد. لو انت اشتريت او لو انت بتفكر تشتري، لازم تعرفهم، مهمين جدا جدا جدا، لازم تعرفهم. ركز في الفيديو ده كويس قوي، من ناحيه الاسعار، من ناحيه هتبيع ازاي، من ناحيه هتشتري ازاي، كل حاجه هتعرفها في الفيديو ده. ونصايح اللي هقولها لك دي عن تجربه. تفاصيل، يعمل لايك للفيديو. الناس اللي بتحبنا تعمل لايك للفيديو يا جماعه. اول حاجه لازم تعرفها يعني ايه حمام لحم استيراد، ويعني ايه حمام لحم ولاد استيراد. هنتكلم عن دي وعن دي لان في فرق. حمام لحم استيراد اللي هو معنى حمام لحم استيراد يعني بالختم تحت الجناح، اللي هو ده. الناس اللي معانا اللي ما شافوهوش قبل كده، الناس اللي لسه جداد معانا في القناه، ده ختم الشركه الفرنسيه. ومعنى ختم الشركه ان مش اي حد يركبه. الختم ده الشركه الفرنسيه هي اللي بتركبه، مش اي حد يقول لك انا هعمل لك، طب ما انا اعمل لك ختم. لا يا جماعه، الختم ده معنى اللي فيه ختم ده بتاع الشركه الفرنسيه نفسها. احنا بنجيبه من الكويت، لكن معنى ان في الختم ده ان هو مش فارخينه عندهم في الكويت، ان هم جايبينه من فرنسا. وايه يعني تعرف ازاي وتحب تتاكد ازاي؟ هتلاقي فيه هنا رقم سيريال في الختم ده، من ناحيه مكتوب عليه رقم سيريال، ومن الناحيه الثانيه عليه اسم الشركه. لو دخلت على موقع الشركه ودخلت السيريال ده تتاكد منهم ان هو الحمامه من عندهم فعلا. دي حاجه، دي اللي هي بختم الشركه. لازم اللي تحت الجناح ده محدش يقول لي الشاره المتعلقه بره هنا، هوريها لك برضو. لازم الختم ده الاهم اللي هو الاخضر ده اللي تحت الجناح، ما يبانش الا لما تبعد الريش كده وتشوف. شايف الشاره دي اللي في جناح الحمامه؟ ده مش هو الختم، دي شاره كده زي الحلق اللي بيتركب في ودن المعيز او المواشي يعني، تمام؟ لكن مش دي الختم، لان لقيتها في الحمامه اللي بالختم او ما لقيتهاش دي مش مشكله، خلاص. في بيجي متركب له الشاره دي، وفي بالختم ده، بس اهم حاجه الختم ده او الختم الاخضر اللي هو ده. مش مشكله ان يكون في شاره او ما فيش فيه شاره، المهم الختم الاخضر اللي هو تحت الجناح ده، تمام كده؟ يبقى كده عرفنا يعني ايه حمام استيراد. ده الاستيراد، وعرفناه ان هو الحمام اللي جاي بختم الشركه الفرنسيه، يعني من الشركه الفرنسيه نفسها. طيب الحمام بقى الجيل الاول او الحمام ولاد استيراد، مش اي حد برضو يقول لك ان كل الحمام استيراد. لا، استيراد يعني زي ما اتفقنا اللي جاي من الشركه الفرنسيه بالختم نفسه، تمام؟ ولاد الاستيراد بقى اللي هو اما انت تفرخ منه زغلول اصبح ده ولاد الاستيراد، تمام كده؟ يبقى ده ولاد الاستيراد. مش معناها ان هو جاي من الشركه الفرنسيه نفسها. اللي جاي من الشركه الفرنسيه نفسها اللي بنقول عليه الاستيراد، اللي انت فرخته او اللي اتفرخ في الكويت او في اي بلد، ده اللي بنقول عليه ولاد الاستيراد، او جيل اول او جيل تاني او زي ما تسميه. والشاره اللي في الجناح دي يا جماعه، الشاره دي بيدفع عليها 2 يورو يركبها لك. يعني الشركه الفرنسيه بتدفع، اللي بيدفع له 2 يورو يركب له الشاره دي. ما دفعهاش بياخد بالختم بس، وهو الختم اهم حاجه، مش لازم الشاره يعني. اتنين، لازم تعرف ان الحمام اللاحم بختم الشركة الفرنسية او الحمام الاستيراد غالي جدا يا جماعة. قبل ما تفكر تشتري، غالي جدا 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 جدا. يعني عشان ايه؟ في ناس برضو بتدخل لي يقول لي ايه، انا عايز زغاليل يا عم مصطفى. اقول له ماشي، يقول لي سعر الزغيل كام؟ اقول له 350. بعد الحوار ده كله يقول لي ايه، ولاد طبعا ولاد استيراد. يقول لي ايه طبعا ولاد استيراد؟ لا طبعا مش ولاد استيراد. اقول له لا طبعا، انت بتهزر. يعني لما يكون حد شاري ب 20,000 و 30,000 الجوز بالختم هيبيع لك ب 350. طب ما احنا بنبيع الحمام السلاله المحليه ب 350، شاريين الجوز اللي شغال ب 700 ب 800 ونبيع زغله ب 350. ليه بندفع كتير ونجيب بولاد الاستيراد؟ احنا مش ما دفعناش كتير علشان نبيع غالي وبس، لا، احنا دفعنا كتير عشان نمتلك المواصفات اللي هقول لك عليها دلوقتي. الحمد لله اعطينا ارقام الناس اللي في الكويت اللي بتبيع الحمام بختم الشركه الفرنسيه لناس كتير. في ناس جابت، وفي ناس تانية عرفت السعر واستكترت الفلوس ما جابتش.
لكن ما بخلناش على حد بمعلومه، اللي كان عايز يجيب عرفناه يجيب، واللي مش عايز يجيب، اللي ما قدرش يجيب من الحمام الاستيراد بنقول له اشتري من ولاد الاستيراد، لكن من حد ثقه. لان طبعا هم قليلين انا عارف، وانت هتنتظر كتير، لكن هتوفر اكتر. طبعا الناس اللي جابت عرفت السعر، والناس اللي سألت وما جابتش عرفت السعر، وفي ناس كانت بتسأل بس عايزة تتأكد من السعر اللي احنا بنقوله، يكون احنا بنغلي من عندنا ولا حاجة. يعني ما تجيبش من بره غير الحمام بختم الشركة. إذا كنت هتجيب البيور ما تجيبش من ولاده، إن كنت هتجيب من ولاده هتجيب دبل بحمام من دبل فلان زيه زي دبلة مصطفى اللي أنت بتتعبه عشان لما تسمع منه رقم كام ألف تتعبه. فأنت أما تجيبه من مصر بلاش من مصطفى، من أي حد، بدبلة فلان زي دبلة الكويت مش فارقة، المهم يكون حد ثقة وبس، لكن هتوفر كتير. طيب لو أنت فكرت إنك تشتري حمام ولاد الاستيراد مني من مصر، يعني من مصر خلاص انت ايه مش قادر تجيب الحمام اللي بالختم من بره ونفسك تربي، ففكرت تشتري من مصطفى او من زيد او من عبيد. طبعا ما فيش اسامي اللي ديت، احنا بنمثل بس بزيد او عبيد، ما نعرفش حد بالاسم ده. لكن لو فكرت وقررت انك تشتري، لازم تروح تشتري او تستلم بنفسك الزغاليل. ليه؟ عشان ما تكونش متخيل ان الحمامه مادام هي حمامه غاليه فانت هتاخد الجوز الزغاليل اللي انت هتاخدهم او غاليين تفتكر انت هتاخد دكارين بط. لا يا جماعه، لازم تروح بنفسك. لو انت اول مره تشوف الحمام الاستيراد لازم تروح عشان تشوف بنفسك وتستلم بنفسك، عشان ما تكونش راسم الصوره ان هو دكارين بط مش زغلولين. يعني مثلا ده زغلول لسه صغير، يمكن لما يكبر شويه تبان اكتر الميزه دي، لكن ده الشكل اللي بيكون معروف اهو. شايف الميزه العظمه؟ شايف العظمه فين؟ في هنا شق كده فاصل بين الاثنين، ده اللي بنسميه ازدواجيه عضله الصدر. تمام كده اهو. فالميزه دي مش هتلاقيها في الحمام الكبير، تمام؟ عشان لو انت بتشتري، لو خدت حمام شغال مش هتلاقي فيه الميزه دي. الميزه دي بتبان عندك وتعرف ان انت شاري صح، الا لما تمسك زغاليله وتشوفها بالشكل ده، لما ينتج عندك وتشوف زغاليله. والميزه دي طبعا مش موجوده غير في حمام الشركه الفرنسيه بس، مش موجوده في اي حمام تاني. السلاله المحليه اللي عندنا من زمان مش موجوده فيها. واتحدى اي حد يجيب لي زغاليل من الحمام اللحم الموجود في مصر اللي موجود عندنا من زمان يكون فيها ميزه ازدواجيه عضله الصدر دي، اللي انا وغيري ربينا من عند احسن غوات اللحم في مصر. كله ما فيش فيه الميزه اللي حضرتك شفتها من شويه دي. الميزه دي بس الجين ده، جينات بيسموها الجينات الشركه الفرنسيه، الجينات دي موجوده في حمام الشركه الفرنسيه بس، هو اللي بينتج زغاليل كده. طبعا زائد الجينات التانية كلها، المواصفات التانية كلها اللي هي مواصفات الحمام اللحم اللي كلنا عارفينها، لكن الجين ده مش متواجد دلوقتي غير في حمام الشركه الفرنسيه بس. خمسة لازم تعرف انك بتشتري حمام لاحم الاستيراد ان هو غالي. يعني لو لقيت منشور حد بيقول لك انا عندي حمام لحم استيراد والسعر قليل، اعرف ان هو مش استيراد، وان هو نفسه ممكن يكون ما يعرفش يعني ايه حمام الاستيراد وما يعرفش سعر حمام الاستيراد. لان لو هو عنده حمام الاستيراد فعلا ودافع الارقام الكبيره دي مش هيعطيك يعني جوز زغاليل ب 500 ولا يمكن حتى ب 1000. خلاص نكون متفقين على النقطه دي. فاذا لقيت منشور، وفي طبعا في ناس في بالي انا عارف اللي يقول لك حمام لحم فرنسي بيور ولاد استيراد ومنشورات زي كده دايما على طول على الفيسبوك موجوده، ما تصدقش الا ما تشوف اللي بيبيع ده مصور نفسه ماسك لك الحمامه اللي بالختم كده عنده. تمام؟ اذا وراك الختم، واحنا عرفنا الختم مش اللي هو الشاره، الختم غير الشاره، لازم الختم، لان الشاره دي ممكن اي حد يركبها هنا في مصر حاجه شبيهه ليها يعني، لكن الختم ده لا. اذا شفت الختم توكل على الله واشتري منه، ما شفتش الختم ما تشتريش. وطبعا يصور نفسه فيديو، مش يجيب لك لقطه من الفيديوهات بتاعتنا او من فيديوهات حد غيرنا بصوره ياخد لقطه شاشه ويبعتها لك، لا، صور نفسه بالختم فيديو.
6 لازم تعرف انك لما تشتري حمام غالي زي ده او اي نوع تاني هتصبر كتير عليه، لان انت لما تكون جبت ب20 و30 الف ما ينفعش اول ما يطلع جوز زغاليل تبيعه. تمام؟ ليه بقى؟ انت عشان تبيع اول زغاليل منه، فلنفرض انت اشتريت قص ب30 الف، عشان اول جوز زغاليل يطلع عندك تبيعه وبدك تبيعه ب15 الف مثلا، طبعا كتير مش هتعرف تبيع، وخصوصا ان ده حمام لاحم وهتسمع الكلمه دي كتير ان هي حمام الذبيح وانت بتبيع. لكن هي احنا بنربي السلاله دي ان هي سلاله الجدود، فعشان كده جايبينها غاليه وبنفرخ منها سلاله عشان تبقى السلاله عندي وعند غيري وتنتشر السلاله، عشان كده بندفع ثمن السلاله اللي هي الجينات دي، يعني دي الجدود. طيب تعمل ايه علشان تلم الفلوس اللي انت صرفتها؟ لازم تفرخ عش واثنين وثلاثه، يعني جبت قص اقفل عليه سنه، اقفل على نفسك سنه، افرخ منه حضن تحت حمام، بس ما تهلكوش طبعا، يعني سيب له عش وخد منه عش وهكذا وتحضن. افرخ سنه، بعد السنه هتلاقي عندك عدد من الاجواز المنتجه منه تقدر تبيع منهم بعد كده من ولاده، يعني هيبقى ولاده، يعني مثلا ايه، هتبيع الجيل الثاني. الجيل الاول انت هتربيه عشان تفرخ منه، عشان نكون صراحه يعني، عشان لو حد قال لك انا هعطيك من الجيل الاول، اعرف ان انت عشان تطلب الجيل الاول انك لازم تاخد الجيل الاول ده بنص الثمن. ما انت اللي مستعجل، ما انت دلوقتي كانك بتطلب الجيل الاول، كانك بتشاركه في القص اللي هو اشتراه ب30 الف ده. تمام؟ اذا عايز بسعر حنين معقول، مش حنين يعني رخيص، لا يعني هو برضو غالي لكنه حنين، مش هيبقى بنص السعر، انك انت تشتري من الجيل الثاني، وهي الجيل الثاني مش هيفرق من الجيل الاول، المهم يكون اللي مربي قافل على الحمامه ما بيخلطهاش بحمام تاني، تكون انت متاكد منه الشخص ده. وطبعا هقول لك برضو تشتري ازاي تاكيدا للمعلومات. طيب ليه انا بقول لك ان انت ما ينفعش تبيع اللي يطلع اول باول؟ انت شاري قص قصين 3 وبتبيع انتاجهم على طول اول باول. القصين 3 اللي انت شاريهم غاليين ودافع فيهم يقرب لل100 الف جنيه مثلا ولا 200 الف على حسب ما انت شاري، هتفاجأ ان انت انت بعت لك ب50 الف زغاليل وفرحان بانك بعت 50 الف زغاليل. ال200 الف اللي انت دفعتهم وجبت بهم حمام، هتبص تلاقي الحمام ده واقف عن الانتاج، ما عادش عندك حاجه منه، واقف عن الانتاج. الحمام ده جاي كبير مش جاي صغير، احنا ما نعرفش عمره كام، هو جاي من الشركه الفرنسيه، اخواتنا في الكويت شغلوه عندهم شويه فيصبح كبير، فهو هيشتغل عندك شويه والله اعلم بيه، بطل انتاج، مات، مرض، اي حاجه. فانت اعمل حسابك ان انت تفرخ منه وتسيبه عندك الانتاج بتاعهم، علشان يبقى عندك السلاله بعد كده تقدر تبيع رخيص، تبيع السعر كل ما الحمامه هتكتر زي اي شيء السعر هيرخص، وفي الاخر بعد سنين، يعني بعد عمر طويل، الحمامه هتبقى هي برضو بتاعت الذبيح. لكن لما تنتشر، احنا يعني مش معقول يعني هنذبح جوز زغاليل مثلا بدل ما نبيعه ويكون ب 3000 جنيه، هنذبح التعبانه، الحمامه اللي مش عجبانه هنذبحها، لكن مش هنذبحها وهي مثلا الزغلول ب 1500 ونذبحه، لا، اكيد هنبيعه للي نفسه يربيها، يعني مش هيبقى حد نفسه يربيها حتى واقول انا اكلها، ما انا عندي المصري هاكل منه، او السلاله المحليه بناكل منها لحين ما التاني يكتر عندنا ويبقى ما عادش الا هو، نبقى ناكل من التاني برضه ما فيش مشكله لما يبقى ينتشر. 7 لما تشتري وربنا يكرمك ان شاء الله وتشتري حمام لاحم ولاد استيراد او حمام استيراد بالختم، لازم تحافظ على السلاله. بمعنى ايه؟ انت دافع غالي، خد بالك، ركز من اللي انا بقوله، والله بقوله عشان مصلحتك وعشان مصلحه اللي يشتري منك، وعشان نحافظ على السلاله. عشان تحافظ على السلاله ما تربيش الحمامه دي على السايب مع حمام تاني، ربيها لو هي زغاليل على السايب مفيش مشكله، لكن وقت ما الحمامه دي تيجي تشتغل احبسها في عيون، او بلاش تحبسها في عيون لو انت ما بتحبش تربيه السلكات، هتربى على السايب في اوضه زي كده بس ما يكونش معاه حمام تاني. هتقول لي طيب يا عم الحاج، ما هو كل ذكر عارف نتايته، ان اخاف من ايه؟ لا، في التربيه سايب ما بنضمنش الحكايه دي. احنا عارفين كلنا ان ساعه وقت التزاوج النتايه بتقعد كده، ممكن اي ذكر يطلع عليها ويكسر عليها وتتلخبط السلاله، مش عايزين يكون فيها شك. وانا بشتري منك انا عايز اكون متاكد ان اللي انا باخده منك ده فعلا ولاد استيراد، مش داخله حاجه تانية. وفي نفس الوقت واحد تاني اشترى جوزين
من الكويت، والكلام ده ناس كتير ناس سمعاني وعارفه. اشترى جوزين وحابب ان هو ينتج بسرعه، فعايز يخلي الجوزين دول 4 من الحمام المصري، يقوم حاطط عليهم يبدل الذكر اللي انتهى من الحمام المحلي والذكر والنتايه يديها ذكر من الحمام الاستيراد، وهكذا يخلف مصري مع الاستيراد، يبقى عنده الجوزين بقوا 4 تجواز. اصبح كده الانتاج اللي بيطلع من زغاليله 50% 50%. ضيعت انت من الجينات اللي جايه لك ودافع فيها الافات 50% من هنا و50% من هنا، يبقى انت ما حافظتش على السلاله اللي طلع من عندك ده كله. انا ما ادفعش فيه جنيه، ما ادفعش فيه جنيه، لانه انت بقيت كده متحير، لا بين لا خدت الاستيراد ولا خدت المحلي بسعر رخيص وهتبيعه لي على انه ولاد استيراد. لا، بلاش تخلطه مع الحمام التاني. ارجوكم اللي يجيب ودافع الفلوس الكتير دي او حتى جاي له هديه، حافظ على السلاله، بلاش تخلطه مع الحمام المحلي التاني مهما يكون انت ذكر نتايته ماتت، ما تجوزوش للتاني الا اذا كنت اللي هيطلع تذبحه انت لنفسك. خلاص كده؟ فبلاش الخلطه اللي انت هتعملها ديت، مش هتفيدك في حاجه. 8، لما تشتري حمام استيراد لازم وانت بتحافظ على السلاله، عشان تحافظ عليها، انت عندك مصري وعندك سلاله محليه وعندك ده وعندك ده، وعشان برضو تبيع لي حمام لازم تعمل لنفسك دبل باسمك. انت اشتريت قص استيراد بالختم، فاما تفرخ زغاليل ويطلع عندك زغاليل تلبسها دبله باسمك من عمر صغير. تمام؟ زي ما انا بعمل اهو، او زي ما الناس كلها بتعمل اهو. ده الاستيراد، دي دبله من الكويت، ده اولاد الاستيراد بدبله الكويت، دبله حد من المشاهير هي في مشاهير الكويت. تمام؟ اهي الدبله اهي اللي يعرفها طبعا اصحاب الحمام في الكويت، والناس في الكويت اكيد يعرفوا الدبله دي. تمام؟ فلازم تلبس الزغلول دبله وهو صغير. ليه؟ هقول لك ليه. يعني ايه اللي يخليني اخد منك جوز وادفع فيه الافات ويكون ما لهوش الدبله باسمك؟ هحتاج الدبله دي في ايه؟ انا خدت منك الحمام زغاليل، لسه زغاليل، هسيبهم عندي على السايب، وقت ما يجي يتزوج ابقى عارف ده من ده، اجوزه واحبسه في السلاكه مثلا في العيون دي. طيب انت اعطيني حمام من غير دبل. طيب لما الحمام ده يكبر عنده وينتج، انا عايز اشوف زغاليل، ولو ما فيش فيها الميزه دي يبقى انت غشتني واعطتني حمام من العادي وقلت لي ان ده ولاد استيراد. لكن لما تكون ملبسه الدبله في رجله، هبقى عارف ان ده حمامك. هقول لك حمامك ما بيطلعش الميزه ديت يا عم مصطفى في زغاليله، يبقى انت اعطتني حمام تاني مش حمام ولاد الاستيراد. يبقى دي ميزه ان انت تركب دبله، لازم تركب دبله باسمك. وطبعا انا لما اشتريت منك ولاد الاستيراد، عارف متاكد ان انا اشتريت من فلان ده حمام ولاد استيراد، فهعمل لنفسي انا كمان دبل باسمي، واللي يطلع زغاليل من الحمام اللي انا اخده منك هلبسه دبله باسمي، اعرف ان ده برضه ولاد الاستيراد. خلاص؟ هنكون مميزين ومنظمين، وعشان نحافظ على السلاله. كل اللي انا بدور عليه ان احنا نحافظ على السلاله. الجوز اللي يطلع من عندك اكون متاكد ان هو ولاد الاستيراد، جوزي اللي يطلع من عندي اكون متاكد ان هو من ولاد الاستيراد او من ولاده، مش مشكله. قلت لك حتى لو الجيل العاشر هيكون في نفس الجينات، مش هتكون، ما هتلحقش تفرق حاجه، مش هتلحق تفرق اي حاجه صدقني. وما فكرش ابدا اخلط ما بين الحمام الاستيراد ده الجينات، حتى لو انا شايف ان الحمامه بتاعته صغيره، حتى وانا جايبها انتاته قد كده وعندنا الحمامه قد كده، مالكش دعوه بالحكايه دي. حمامنا مش هيطلع الميزه دي، فما تحاولش تضيع الميزه دي في خلطه مع حمامنا. لو حتى عندك حمام سلاله قويه بلاش تخلط ده مع ده برضه. 9 لازم تعمل لنفسك كراسه تكتب فيها القص ده اما يكون ولاد استيراد، القص ده بيض يوم ايه. تمام؟ البيض فقس يوم ايه، لبست القص ده الزغاليل ده او الزغلول اللي فقس عندي دبله رقم كذا. اما اجي ابيع لحد
حد طلب مني قصين وهو عايز القصين ما يكونوش اخوات، ابص في الكراسه اعرف رقم الدبله، تاريخ ميلاد الزغلول ده تاريخ ميلاده ايه، اقدر اعطيه مثلا لو ذكر وانتايه ما يكونوش ايه اخوات، اعرف اتحكم في الحته دي. لكن من غير الكراسه ومن غير ما تكون عارف الدبله وتاريخ ميلاده ايه مش هتعرف تتحكم في الحاجات دي، وهيتلخبط منك الدنيا. فالكراسه دي هتظبط لك الدنيا كلها، تاريخ ميلاده، البيض يوم ايه، فأس يوم ايه، لبسته دبله كام. مهم جدا جدا لما تيجي تشغله هتعرف، حتى لو هتشغله عندك هتعرف ده ايه طالع يوم ايه، كل حاجه هتعرفها. كراسه حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا جدا جدا، لكن هتريحك جدا وتريح اللي بيشتري منك، وهيكون سعيد جدا ان انت بتعرفه تاريخ ميلاد الفرد الحمام اللي هو اخده منك. 10 لازم تحافظ على السلالة زي ما قلت لك. انت او احنا كلنا مستكترين المبلغ اللي دفعناه، 20,000 او 30,000 كتير جدا طبعا، كتير علينا جدا جدا. لكن انا هفكرك بحاجة، الحمام ده اول ما صورته زمان وشفته كان اللي جايبه والدينار الكويتي ب60 جنيه، دلوقتي يقرب في 3 اضعاف. فتخيل انت هو كان جايبه رخيص قد ايه. ما هي اللي بيغليه علينا ان احنا الجنيه بتاعنا او الدينار بتاعهم بفلوس كتير من الجنيه بتاعنا، لكن اما يكون جايب ب60 غير اما يكون بيدفع 170. فهم كانوا اول حد جابه في مصر كان جايب ب60. ده الكلام ده مش من زمان يعني من كام سنه، 3 4 5 سنين. فهو كان جايبه او يمكن كان جايبه قبلها كان جايب ب60 دينار. فشوف متخيل انت، فانت حافظ على السلاله. وعشان كده انا بقول لك ليه السنين الجايه مش عارفين هنقدر نجيبه ولا لا. ممكن في سنه من السنين يحصل اي ظرف، الشحن يقف او يتمنع تداول الطيور زي ما حصل ايام انفلونزا الطيور، حصل الكلام ده. ممكن تاني لا قدر الله السعر يعلى علينا اكتر واكتر. طب الراجل اللي كان بيبيع اللي السنه دي بيبيع ب 180، السنه اللي فاتت كان بيبيع ب 80 دينار بس. تمام، اقسم بالله انا كلمته السنه اللي فاتت واتفقت معاه على 80 دينار، بس حصل مشكله في التحويل، مين اللي هيحول ومين اللي هيدفع، فده اللي وقف ان انا اجيب منه. لكن السنه دي الحمد لله جبت يعني. هنبقى نعمل فيديو توثيق استيراد الحمام اللحم اللي انا جبته السنه دي ان شاء الله. ربنا يعودكم جميعا، الناس اللي نفسها كلها تجيب، واللي ما توفقش ان هو يجيب من بره مصر اشتري من الناس اللي جابت في مصر، هيكون اوفر بكتير جدا جدا. يعني هتدفع مثلا في جوز الزغاليل اللي انت بتجيبه من هناك، بتدفع مثلا اي جوز حمام هتجيبه من الكويت هتدفع فيه 1800 جنيه شحن، حتى لو جبت جوز بلدي هتدفعهم. فانت هنا لو دفعت 3000 5000 في جوز هتكون وفرت قوي، وهيجي لك لحد بلدك، هيتشحن لك مثلا ب 100 جنيه لحد بلدك، لكن او تروح تستلم وهتصرف لك 200 300 جنيه عشان تسافر له، فهتوفر كتير جدا جدا جدا. انا بقول لك مصاريف الشحن بس 1800، ده غير سعر القص نفسه. فربنا يوعدكم جميعا، اللي ما عرفش يجيب او ما توفقش ان هو يجيب من الكويت يشتري من مصر، بس يكون من حد موثوق، وربنا يوفقكم جميعا. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.